اهلا بكم يا ابطال اي فوتبول. رجعنا ليكم النهارده باقوى تغطيه الاحداث وتسريبات وتحديث يوم الخميس القادم ان شاء الله يا رجاله. هنعرف مع بعض ايه الجديد اللي هينزل معانا في التحديث وايه الاحداث اللي مستنيانا باقوى التسريبات اللي ممكن تقلب الموازين في اللعبه من لاعبين جدد بقى وباكجات ومدربين، وعندك يا صاحبي لعبه مجانيه وتغيرات كتيره في الجيم بلاي مش متوقعه. فلو انت يا صاحبي عايز تستفاد ما تنساش بقى تروح تشترك معايا في القناه وتعمل لايك للفيديو وتصلي على النبي في الكومنتات لو انت جديد معانا يا صاحبي كده. ويلا بينا يا رجاله، وخلينا نبدا يا رجاله باول حاجه معانا هو باكج الايبك. ده هينتهي خلاص يا رجاله وهينزل مكانه باك جديد. تعالى كده نشوفه عامل ازاي. ولكن طبعا انا كان طلع لي لاعب تشابي طبعا من الثغره اللي كنت نزلتها لكم، فانتوا قولوا لي في الكومنتات كده طلع لكم لاعب ولا لا. وباكج الايبك اللي متوقع نزوله هو الباك المنتخبات. معانا اللاعب لام ومعانا اللاعب نيستا ومعانا باتريك فييرا. ده متوقع نزوله يا رجاله يوم الخميس ان شاء الله. وبرده في باكجين تانيين متوقع نزولهم، تعالى كده نشوفهم يا اصدقائي. يلا اول باكج تاني متوقع نزوله هو باكج اللاعبين ده في سكولز وفي اللاعب بيكهام وفي اللاعب ماركو رويس. طبعا يا رجاله نجم الدوري الالماني طبعا كلنا عارفينه وعارفين الثنائيه بتاعته هو وليفاندوسكي زي ما انت شايف كده. ده برده باكج متوقع ثالث هو باكج الانتر ميلان في اللاعب رونالدينو وفي اللاعب رونالدو في باجيو في باتريك فييرا. ده برده متوقع نزوله يوم الخميس يا اصدقائي. تعالى بقى اسطوره نروح لباك نجوم الاسبوع. الباك اللي هيكون متواجد معانا يوم الخميس بشكل رسمي يا رجاله خلاص ممكن ينزل لنا اللاعب هالاند زي ما انت شايف كده، اللي احرز هدف في مباراه ارسنال اللي فاتت في الدوري الانجليزي واللي طبعا كسب فيها مانشستر سيتي 2-1 على ارسنال. اما يا رجاله اللاعب اللي معانا بعد كده هو اللاعب فان دايك مدافع نادي ليفربول اللي احرز هدف الفوز في مباراه ايفرتون برضه في الدوري الانجليزي، وبرضه المباراه كانت انتهت 2-1 واللاعب كان تقييمه كويس جدا في المباراه دي يا رجاله، كان تقييمه 7.2 يا اسطوره. نروح للاعب الثالث المتواجد معانا هو اللاعب ده رجاله لاعب استون فيلا اللي احرز هدفين وخد راجل المباراه. طبعا اللاعب ده اكيد 100% هيكون موجود معانا في الباك بتاع نجوم الاسبوع. وبعد كده يا رجاله هنروح للاعب اللي معانا بعد كده هو اللاعب صاحب الهاتريك. اللاعب عندنا جيبس وايت احرز هاتريك في المباراه الاخيره للنادي بتاعه نادي طبعا فورست زي ما انت شايف كده اسطوره. اما يا رجاله اللاعب اللي معانا بعد كده هو لاعب كويس جدا ونزل معانا في كذا بطاقه هو اللاعب سيلفا. نزل معانا عشان احرز هدف ان شاء الله يتواجد معانا يوم الخميس القادم. كان نازل رجاله وكان اخد ريت 7.9 في المباراه، فاللاعب ده متوقع نزوله جدا جدا جدا. اما اللاعب اللي معانا بعد كده هو اللاعب ترام طبعا لاعب نادي يوفنتوس متواجد معانا برضه ان شاء الله عشان احرز هدف. معانا بعد كده اللاعب ادريان رابت اللي خد تقييم 8.1 لانه طبعا الرجال احرز هدف. ومعانا اللاعب فيجي ده الرجاله جاب هدف برضه هو كمان. ومعانا اللاعب موريريا اللي قدامك ده اسطوره احرز برضه هدف يا اصدقائي زي ما انت شايف كده في فوز نادي ليون على باريس سان جيرمان زي ما انت شايف كده اسطوره. طبعا البطاقات دي هم بطاقات نجوم الاسبوع المتوقع نزولهم ان شاء الله. تعالى بقى هنا يا رجاله نروح لدوري الابطال ونشوف لاعبين المتوقع نزولهم. هم 3 لاعبين او 4 لاعبين المتوقع نزولهم. هو عندك اول رقم 1 هو يمين يامال نازل معانا ببطاقه جديده ان شاء الله. ومعانا اللاعب عثمان ديمبلي يا رجاله نازل معانا برضه ببطاقه جديده. ومعانا بقى اسطوره معانا اللاعب مانويل نوير يا رجاله متوقع نزوله ان شاء الله في بطاقه جديده متواجده معانا يوم الخميس القادم بطاقه دوري الابطال. ومش كده وبس، لا ده متوقع كمان نزول لاعبين في المتجر النقاط او في الشوب بتاع النقاط يا رجاله. اول لاعب متوقع نزوله هو اللاعب اشرف حكيمي زي ما انت شايف كده اسطوره. نسخه الشو تايم اللي قدامك دي الدبل بوستر متوقع نزولها معانا يوم الخميس القادم. ومش كده وبس، لا ده كمان اللاعب دوكو النسخه الهايلايتس العاديه دي متوقع نزوله نسخه منتخب بلجيكا زي ما انت شايف كده يا اسطوره. ده كمان متوقع نزوله. وبس كده يا رجاله ده كان بخصوص ان شاء الله تحديث يوم الخميس. لو في حاجه جديده هتلاقينا الصاحب ان شاء الله بنزل لك فيديو جديد ان شاء الله. بس بقى ما تنساش تشترك معايا في القناه وتعمل لايك للفيديو وتصلي على في الكومنتات. وبس كده اسطوره، سلام.